السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم الجزء الثاني. النهاردة حابين نتكلم عن حاجة بتشغل بال جميع جماهير الكرة المصرية. مين هيكون مهاجم مصر في كأس العالم؟ يمكن عندنا مشكلة ممكن بنتكلموا فيها في الباك الشمال وفي الفيرود بتاعنا السترايكر يعني. ممكن اللي شغلنا أكتر هو الفيرود بتاعنا أكتر من الباك الشمال، يعني ممكن يعني يعوض. حتى لو مفيش حد عندنا مقنع ممكن يلعب برجله الشمال او مفيش حد غير عبد الشافي، ممكن احمد فتحي يلعبها. وعندنا اكتر من باك يمين بديل ليه، يعني زي احمد المحمدي او عمر جابر، وممكن عمر جابر نفسه يلعبها. دي عندنا اي باك في يمين في الثلاثه بيقدر يلعب الباك الليفت. لكن المشكله الاكبر عندنا هي الفيرود. تحس ان الفتره دي من الزمن ما عندناش الاسترايكر المعتاد بتاع منتخب مصر اللي احنا واخدين عليه، اللي هو من عينة حسام حسن، حتى عماد متعب، عمرو زكي. حتى كان في الفترات ديت اسماء كتيرة، بس كتير جدا، بس هم دولت اللي كانوا مسيطرين يعني على المركز ده. طب خلينا في الجيل الحالي او في المتاح حاليا يعني. بالنسبة للمتاح حاليا هنرجع الاول لنقطة المدير الفني، مستر كوبر. المدير الفني هو بيلعب اي طريقة، هو عايز ايه من الفيرود ده يعني. ايه اللي يخدم خطة لعبه؟ الفيرود، إيه نوعية المهاجم اللي يقدر يخدم خطة لعبه. تحب بقى انت كوبر ما تحبوش، ليك تحفظات، مقتنع مش مقتنع، نتائج كويسة، طريقة اللعب مش عاجباك، كل ده موضوع تاني بقى. نتكلموا على الوضع الحالي. هو كوبر موجود، وهو اللي هيلعب بينا كاس العالم ان شاء الله. والشمال يمين ما ينفعش حد تاني خلاص. مفيش وقت ومفيش مجال ومفيش فرصة ولا مساحة للتجارب يعني. طيب. طيب، كوبر اللي عندنا بخطة لعبه ديت، عشان البعض بيرى ان هو ممكن اتشالت مع عليه ضغوط ممكن يغيرها. اكيد عنده بلان 2، خطة تانية بديلة يقدر يلعب بيها، خطة هجومية. ودي برضو بتودينا كده في سكة ان انت لو بتلعب كوبر بيدافع، طيب بيدافع، طب ما انت بتدافع والنتيجة 0-0 على امل التعادل يفيدك، او بتلعب تخطف جون في اي وقت او مرتد او كده. طيب بقى ما انت ممكن تقابلك، خصوصا في الاحتكاكات القوية بتاعت كاس العالم، انت ممكن يقابلك انك متأخر بجون. بلعب الاورجواي، طيب حلو، في اول 10 دقايق ربع ساعة جاب الجون. انا برضه هفضل متحفظ ومدافع، اكيد ههاجم. طب ولو الخطه اللي انا ههاجم بيها ديت لو بدات بيها في بعض المباريات مثلا ماتش يعني ممكن تكون اقل قوه يعني. آه، دي اللي انا بتكلم عليها دي، يعني ممكن ما تعرضنا ما حصلتش معانا كتير، سواء في كاس الامم او في التصفيات. شفناها مره على فكره برضو، عشان دي تحسب لكوبر للناس اللي بتهاجمه وتقول كورته دفاعيه فقط وما بيعرفش غير يدافع. شفناها في ماتش الكونغو، يعني كنا بادئين متحفظين بندافع وجا فينا جون، اتحولت وبقت احسن بكتير. وجبنا جون تعادل، صلاح بالهيد، وجبنا في الشوط التاني هدف الفوز، هدف عبد الله السعيد. طيب ماشي، يعني انت بتقدر اهو انك تهاجم، تتحول من الدفاع للهجوم، تغير الخطة، ما انت غيرتها والماتش شغال، وفي الشوط الاول حتى اتغيرت. طيب ماشي، بس هل اللي انا عملته في ماتش الكونغو ممكن ينفع؟ يعني ما شفناهوش في ماتش تونس. وهل ده ممكن ينفع في ماتش تاني مثلا مع فرقة اقوى؟ او السؤال الصريح، لو فرقة اقوى هعمل ايه؟ طيب ده موضوع تاني هنتكلم فيه بعدين مع بعض، ويا ريت يعني اشوف اراء حضراتكم في التعليقات.
طيب خلينا في مهاجم منتخب مصر. بص بقى، شوف حضرتك، يعني من وجهة نظري يعني، انا بشوف المهاجم ده ثلاث انواع. مهاجم ثلاث انواع. عندي المهاجم الاول متعرف عليه التقليدي، الاسترايكر. ده حد كده ايه، لاعب قوي البنية، طويل او متوسط الطول، بس في كلتا الحالتين بيجيد العاب الهوا وهيدرز فظيع. ده التقليدي بتاعنا يعني، وممكن كورته على الارض بتبقى قليله شويه، والمفروض ما تبقاش معدومه يعني، بس قليله شويه. طيب، اللي هو سترايكر حسام حسن، هو ما كانش طويل بس برضو كان هيدر كويس. آه، طيب، هنشوف مثلا عندنا لو هنلعب بحد مثلا السترايكر الصريح اللي هو زي حسام حسن ده، اللي موجود عندنا يعني اقرب حد اللي هو الاسترايكر الطويل الهيدر، كورته على الارض يعني مقبوله، بس اكيد مش عاليه. عندنا احمد حسن كوكا. في مصر مش شايف حد دلوقتي يعني، ممكن كان عمرو جمال، حتى هو ممكن دلوقتي خارج مصر الى حد بعيد برضو، يعني زي كوكا كده. الفرود هيدر وقوي، وكورته برضو الى حد بعيد جيدة يعني، مش ليست سيئة خالص يعني. مش شايف حد تاني بقى يعني. هتكلم بقى لو اتكلمنا في حد تاني في الموجود مثلا في الدوري المصري، يبقى بتتكلم في مستوى تاني. المستوى الاولاني اساسا مش نافع معانا، ممكن مع خطة كوبر، مع الخطة اللي بنلعبوا بيها مش نافع معانا. اكيد مش هنبص بقى لمستوى تاني يعني. ده الفيرود الاسترايكر الصريح، قوي، هيدر بيهد اي دفاع، خبط رزع المدافعين الاقوياء بيخبطوا فيه، بيخبط فيهم. عفوا. قوي يعني، قوي يعني، قوي. مش هقدر احط واحد فيرود حريف بس ضعيف واقول ده الاسترايكر القوي بتاعي. طيب، هو ده اللي كوبر عايزه، او كوبر بيدور عليه، او كوبر مش لاقيه؟ لا. اللي انا شفته من طريقة لعب كوبر، لا. اللي انا شفته ان كوبر ممكن يكون هو في قرارة نفسه، حتى ما عملهاش في كل المطوشة، لكن هو في قرارة نفسه هو عايز الفيرود اللي مش فيرود، الفيرود الشابو سترايكرز الحريف اللي بيلعب كرة على الارض، اللي بيتعامل مع المهاجمين الاجناب، الونجات، وممكن يبدل معاهم زي ما بنشوف مثلا في ليفربول، زي فيرمينيو كده يعني. ممكن لو فيرمينيو عنده كوبر في منتخب مصر، ده هيبقى بالنسبه له اساسي وبيتحط عليه الفرقه. النوعيه دي، النوعيه دي. النوع التالت بقى من الفراوده، هو بقى ميكس ما بين الاتنين. يعني هو الاسترايكر التقليدي اللي حضرتك تعرفه، اللي هو احتكاكه على الاقل قوي بدنيا، هيدر، طوله مناسب، لو طويل يعني يا ريت. كمان كورته على الارض جميله، ينفع يلعب شاب سترايكر. يعني ليه بنقول ان الفيرود اللي ينفع مع خطة كوبر هو الشابو سترايكر مش الاسترايكر الصريح؟ لان اللي احنا شفناه من طريقة لعب كوبر، هو مش بيعتمد على ان الكورة مثلا بتتحضر في نص الملعب عشان تتنقل على الجناح اليمين او الجناح الشمال، فبتترفع للفيرود اللي بيطير يحطها بالهيد. لا، هو طريقة لعبه مش كده. اللي احنا شفناه مش كده. اللي احنا شفناه ده طريقة لعبه، الكرة بتتحضر، بتتحط شمال يمين، بتيجي من نص من عمق الملعب. في كل الأحوال التلاتة اللي تحت الفرود بيخشوا بيها على ال 18. طيب، ما انا ما عندي الجناح مثلا زي صلاح، ولا الجناح العكسي رمضان ولا تريزيجيه، لما بيخش بكرة عشان جوه يعني على حدود 18 او بيخترقوا بيها، انا عندي فيرود موجود ودول داخلين، انا محتاج بقى الفيرود ايه ده هنا يعني هرفعها له من جوه ال 18 عشان يحطها بهيد وكده؟ لا.
امال انا ايه احتياجاتي بقى في خطه زي كده؟ احتياجاتي ان فيرود يكون شابو سترايكر، كورته حلوه على الارض، اللي موجهين الاطراف او البلاي ميكر بيسلموا الكوره على امل يا اما بيسلمها له تاني 1 2، بيسلمها للجناح العكسي، الفرصه سانحه قدامه وهو بيحطها في الجون. هي دي نوعيه الفيرود اللي ينفع مع كوبر. عالميا مثلا ممكن نشوف دوت في لويس سواريز في برشلونه. هو من النوعيه دي، كورته على الارض حلوه، يقدر يلعب، ينزل يلعب مع نص الملعب، يمشي كوره كويس، في نفس الوقت احتكاكه قوي. ينفع سترايكر 10/10 مفيش اي مشكله. ده يمكن اكبر نموذج يعني من نوعيه الفراوده دي. عندنا بقى في مصر مين زيه؟ عندنا في مصر حاليا في حد ظاهر يعني، لو دوليا يبقى كويس، ده يبقى هدية من ربنا لمصر كده يعني، بعد هدية محمد صلاح التي لا تقارن يعني. صلاح محسن. صلاح محسن مهاجم انبي، شاب صغير، 21 سنة، مواليد 96 هو على فكرة. طوله 184 سنتي، طوله مناسب جدا. كورته على الأرض لا حريف، كوير بتاع كورة، لعيب كورة، لعيب كورة. مش الفيرود اللي يعني مش مجرد مثلا فيرود بايت في ال 18 مستني السقطة واللقطة. كورة يلعبها بالهيد كويس، احتكاك بدني قوي مع المدافعين يكسبوا. لا لا، ممكن تلاقيه ده بره ال 18 اكتر، وده النوعيه اللي تخدم طريقه لعب كوبر. بيلعب وينج رايت على فكره برضو، يعني دوت لما يبقى عندك في المنتخب هيلعب صلاح في الوينج رايت، هيقدر يبدل معاه لما يحب يخش القلب، قلب الهجوم. هيديك اختيارات كتيره كتيره. حريف بسم الله ما شاء الله عليه، مهارة عنده، مراوغة جيدة، رؤيته حلوة، كورته على الجون حلوة، ألعاب الهوا جيدة جدا، مش هيدر وبس، لا حتى في رجله على الهوا جايب جون في الأهلي دبل كيك من جوه ال 18. فظيع، جميل، جميل، لعيب من طراز أوروبي. أنا من وجهة نظري ده مهاجم مصر المستقبلي، هو في كل الأحوال مهاجم مصر مستقبليا، بس أتمنى إنه يكون بداية من كأس العالم. وبرضه وبرضه عشان ما نبقوش يعني اوفر، هو عايز يتشاف مع منتخب مصر، ممكن تلاقيه مع منتخب مصر بخ يعني، كل اللي انت شايفه دوت في الدوري وفظيع في الدوري، ومع المنتخب مفيش يعني. وما اظنش، مش عارف ليه، بس هو يعني انا بقول يعني حتى اقل مستوى ليه مش سيء، فهو اذا من نوعية اللعيبة اللي بتقدر تحافظ على مستواها يعني. لما يبقى في ماتش واقع بتلاقيه برضو استلامه للكرة جيد، بيقدر يحرك كورة، بيقدر يعمل شغل بلاي ميكر، بيقدر يروح على الجناح. ف يعني النوعية ديت غالبا ما بتلاقاش ايه ضايعة يعني. ده بالنسبة لمهاجم مصر. انا برشح لمستر كوبر صلاح محسن قولا واحدا يعني، اللي انا شايفه ده اول تجمع المنتخب موجود. شوفوا انت بقى في التمرين، شوفوا حضرتك في التقسيمة، شوفوا حضرتك اديله شوية في ماتش، وبعد كده بقى احكم عليه، ويبقى انت كمان خليت مسؤولية. عشان موهبة زي ديت يعني، لا لازم نشوف النور ده على المستوى دوت. لو في المنتخب كويس لازم يلعب في اوروبا، وان شاء الله خير يبقى حاجة كويسة يعني. بس اتمنى بقى حضراتكم يعني تتواصلوا معايا عن طريق التعليقات. اللي عجبه الفيديو يعمل له لايك، اشتركوا في القناة يعني، نتناقش في حاجات تانية. عايزين نتكلم عن الخطة اللي ممكن يلعب بيها كوبر، ايه الانسب لمنتخب مصر للجيل الحالي يعني، نكونوا منطقيين برضو. وبس يا ريت حضراتكم
تتواصلوا معايا، ونتواصل مع بعض ان شاء الله في حاجات كتيرة يعني تخص الكرة المصرية، خصوصا المنتخب يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.